ازيكم؟ معاكم احمد صالح من ريبتايل فيتنس، والنهارده هنتكلم عن موضوع شائع جدا 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 وكل الناس بتتكلم فيه تقريبا يوميا. لو انا وزني زياده وعايز انزل، لو انا عايز اخس، لو عايز اظبط شكل جسمي، عايز انزل فاتس، كل ده بنحطه تحت كلمه واحده اللي هي دايت. انا هعمل دايت. طيب هو اصلا يعني ايه دايت؟ وهل الدايت دي كلمه مرتبطه لازم بان انا انزل وزني؟ في الحقيقه لا. دايت يعني نظام غذائي. لو انا ماشي على نظام غذائي معين، مش كله عك في عك وباكل اي حاجه قدامي، يبقى انا كده ماشي على دايت بلان. طيب هل معنى ده ان انا لازم اخس؟ لا، انا ممكن اكل اكل صحي، ممكن اكل اكل بيتي، ممكن كل يوم اكل رز وخضار وفراخ وفاكهه. انا ممكن ازيد لو اكلت الكلام ده بكميات اكبر، او لو باكلها بكميات مش كبيره بس هي اكتر من احتياجي من الكالوريز اليوميه بتاعتي. ففي الاخر حته ان انا ازيد في الوزن او انزل في الوزن ملهاش دعوه قوي بنوع الاكل اللي انا باكله، هي ليها دعوه بالكالوريز وبالكميات. طيب النهارده هنتكلم على 5 انواع من الدايت. اخر نوعين هم هيبقوا اشهر نوعين عشان دول ممكن ندردش فيهم شويه او الكلام يطول فيهم شويه. رقم واحد الدايت التقليدي. يعني ايه؟ يعني انا راجل نفسي في حاجه حلوه، باكل شوكولاته، اكل حلاوه، جعان مثلا اقوم جايب برجر، اجيب بيتزا، ما باكل اللي قدامي، باكله اي حاجه، اكل جانك فود، اكل حاجه مزيته، حاجه فيها فاتس كتير، اي كلام، باكل اي حاجه. فلما احب اعدل من السلوك ده او امشي على نظام غذائي، بعمل حاجه اسمها بالانس دايت. نص رغيف عيش، اكل شويه بيض، اجي على الغداء يبقى فيه رز وخضار وسلطه مثلا، اجي بالليل اكل فاكهه. ده كده بالانس الدايت. في الاخر انا ايه؟ نظمت شكل الوجبات بتاعتي، بقيت باكل اكل معتدل، الوجبه بقت متكامله ومعتدله. رقم اتنين فيجيتيريان دايت او الدايت النباتي. في العادي اي حد فيجيتيريان او اي حد نباتي بيقطع تماما لحمه وفراخ، يعني بيبعد عن اللحوم، ولكن جواه انواع. مش كل الناس بتقطع كل حاجه، في ناس تاكل بيض، في ناس تاكل بيض تشرب لبن، في ناس تاكل اسماك، لكن في العموم كله بيقطع لحمه وفراخ. طيب ثالث نوع معانا هو الفيجان دايت. في فرق ما بين الفيجان دايت وفي فرق ما بين الفيجيتيريان دايت. الفيجان دايت ده بيمنع اي شيء من الحيوان او لحم الحيوان، زي صيام المسيحيين، مفيش لحمه، مفيش فراخ، مفيش سمك، الزبده الحيواني، السمن الحيواني لا، اللبن، البيض، ايفن العسل اللي بيجي من النحل برضو الفيجن بيقطعه. النظام ده بيبقى اعتماده الاكبر على الفاكهه والخضار والحبوب والبقوليات والكلام ده كله. طيب رقم 4 الكيتو دايت او الكيتوجينيك دايت. الكيتو ده هو بيقلل خالص الكارب، يعني ممكن الكربوهيدرات في التوتال مثلا الكالوريز بتاعته يبقى 10%. هو بيكون اعتماده الاساسي على الدهون وعلى البروتين، يعني هو النظام بيبقى اصلا دهون وبروتين. طيب ايه مشكلته؟ ان هو ما ينفعش اكمل عليه كتير، ان انا مش هقدر اكمل كتير من غير كارب. هو الكارب ده اصلا الحاجه الاساسيه اللي بتديني باور. لو قعدت كتير قوي بيبتدي جسمي يتعود ويبتدي ياخد من الدهون ويطلع منها طاقه، بس ما فيش حاجه تغني عن الكارب. والكيتو دايت ده حلو قوي لو انا عايز انزل بسرعه في وقت قليل، لكن بعد المده دي لازم ببتدي اغير الدايت بلان، ابتدي اغير شكلها عشان ما اضربش تاني، ادخل شويه كارب واغير البلان بتاعتي بحيث انه يروح اكتر للبالانس الدايت. طيب خامس نوع دايت واخر نوع دايت هو الصيام المتقطع. الصيام المتقطع ده فيه كلام كتير قوي، شبه الكيتو شويه، ما اقدرش اكمل عليه مده طويله. فكرته كلها ان انت بتقسم اليوم بتاعك، وقت بيكون ما فيهوش اكل خالص، ووقت بيكون هو اللي فيه الاكل، زي صيام رمضان. فممكن تقسم عدد الساعات بتاعتك زي ما انت عايز، 18 6 16 8 20 4، ايا كانت الطريقه ايه. هتصوم عدد ساعات من اليوم، مفيش كالوريز خالص، يعني ممكن تدخل ميه او قهوه ساده، وعدد ساعات معين هو اللي تقدر تاكل فيه. وكل ما بتبعد عن الاكل عدد ساعات طويل، ده ديتوكس ممتاز للجسم. في النهايه انا مدرب مش اخصائي تغذيه، عشان كده معانا نيوتريشنست شاطره جدا في التيم، هي اللي بتقدر تعمل البلانز للكلاينتس. كل حاجه ليها الميزه والعيوب بتاعتها، فالاحسن انت تبقى مع اخصائي تغذيه عشان يقدر يوجهك لافضل نظام غذائي. ده كان رايي باختصار عن 5 انواع من الدايت بلانز. طبعا في اكتر من 10 انواع، ولكن دول الناس بتتكلم عليهم كتير واللي ممكن تقابلوه في حياتكم كتير. يا رب ما كنتش طولت عليكم، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.